صاحيه، يعني ضحك بسبب ومن غير سبب. 1 2 3 هوبا. تمت المهمة بنجاح. كده بقى المنظومة ارتحتوا. طبعا مبروك كمان اللي حط الماتش يوم 17 فبراير. يعني الزمالك النهارده بيودع بطولة كاس مصر من دور ال 16 بفعل فاعل. نجحوا في اسقاط الزمالك. برافو عليكم والله، فعلا عرفتوا تطبخوها صح. كل المنظومة النهاردة ضدك. تمت المهمة بنجاح، مهمة إقصاء الزمالك من كاس مصر. الله بجد صياحكوا طرب. وبعدين هو ايه المتعه غير خساره وشويه صياح زي دول؟ ده انتوا بتمثلوا متعه كره القدم. وعلى راي المثل، السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم وصفحتكم برنامج الصليط الرياضي. وقبل ما نبدا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساش تشترك اخواتنا واهلنا في فلسطين واهلنا في السودان وفي كل وطننا العربي. ربنا يفك كرب عن الجميع يا رب. ما تنساش زي الحلقه تخبط اللايك. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. استنوا في الفقره الثانيه ويلا بينا نبدا. يعني بص، الواحد ممكن يبقى زعلان انه مغلوب، فالناس تدخل تقول لك ايه ده اتغلبتوا؟ الزمالك ما اتغلبش. ايه ده؟ الزمالك ما اتغلبش. الله، وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ ايه اللي من ايه؟ يعني حساسيه يعني ولا زعل؟ لا ده واضح ان الزعل والصدمه عاملين معاك شغل. بقى الزمالك ما اتغلبش. عموما يا عم ما تزعلش، الزمالك ما اتغلبش، الزمالك خسر. طب قول لنا كده يا درش، بما ان الزمالك ما خسرش، امال ايه اللي حصل؟ الزمالك بيتم بيضربوه بالنار، يعني هم ناقص يعدموه. يعني اولا باين الارهاق تماما على اللعيبه كلها، هو مريح لعيبه لعبه ماتشات كتير ورا بعض، فطبعا مش هينزل بقوه الضربه. التانيين مريحين 12 يوم وقاعدين بيباصوا الكوره، باين قوي الباصات عليهم. طب ما هو برضه يبقى خسر يا درش، يعني حتى لو بفعل فاعل بس خسر، يبقى يعني ايه الزمالك ما خسرش؟ وبعدين معلش، يعني هو ايه حكايه ونغمه الارهاق اللي انتوا ماسكينها دي؟ ارهاق ليه؟ وانتوا مين اللي كان بيلعب في بطوله افريقيا من عندكم غير حسام عبد المجيد او فتوح ودلوقتي مش بيشارك؟ معظم اللعيبه اللي بتلعب معاكم دلوقتي ما بقالهاش ماتشين ثلاثه بيلعبوا، زي المهدي سليمان، بنتايك، عبد الله السعيد، الجزيري، بتزيرة اللي كان مصاب ومريح، احمد حمدي ما كانش بيشارك. ايه بقى؟ هو اي كلام. عموما يا درش كان نفسي اكمل معاك، بس في زمايلك كتير ولسه هنحرق معاهم شويه. اشوفك امس. طير انت. وكأن الزمالك ما ينفعش ياخد بطولة ولا ينافس على البطولة، لازم نعطله، لازم نحط له حاجة نعكنن على جمهوره. حطينا ماتش سيراميكا كيلوباترا في وقت صعب جدا جدا جدا. انا هنا مش بعاتب طبعا هارد لك جمهور الزمالك، كل المنظومة النهارده ضدك. اختراع ماتش في ميعاد غريب جدا 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 في وسط الاجهاد اللي موجود في نادي الزمالك عشان تخرج من بطولة كاس مصر. هتقولوا بقى مظلومية، هتقولوا مش عارف ايه، قولوا زي ما انتوا عايزين. انا شايف ان الظلم على الزمالك النهارده الظلم باين، ظلم غريب. طب ممكن بقى طروق تقول لنا الظلم اللي وقع على الزمالك ده لصالح مين؟ اصل دايما يا جماعه الظلم لما بيقع على حد بيكون لصالح حد تاني، فمين بقى الحد التاني ده اللي الزمالك اتظلم بسببه يا طروق؟ يا ريت نعرف. والاهم بقى، هل الزمالك خسر بسبب الكلام الخزعبلي ده؟ نسمع من طروق. لا طبعا عندنا اخطاء. كابتن معتمد ممكن يكون خطأ في بداية التشكيل. عندنا اخطاء النهارده يمكن في تمركزات اللعيبه. عندنا اخطاء في طريقه اللعب وتغيير طريقه اللعب. عبد الله مجهد جدا او مش في حالته الطبيعيه. اللي وانت عيان ولا ايه؟ سلامتك يا طروق، يعني بتقول اخطاء في التشكيل، اخطاء في التغييرات، اخطاء في اداره الماتش، عبد الله السعيد مجهد، وطبعا احنا مش عارفين هو مجهد ليه، ده على اساس انه كان بيلعب يعني، والله صحيح كان عنده برد، همشيها برد. المهم يعني كل بقى الحاجات اللي انت قلتها دي مش كفايه انها تكون سبب ان الزمالك يخسر ونسيبها ونمسك في المؤامره ان الزمالك خسر بفعل فاعل. روح يا شيخ وتعالى بسرعه. الزمالك النهارده عايزين نتفق انه لا يستحق الفوز. طب لما هو لا يستحق الفوز مصدعنا ليه يا جدع؟ بس هاتكم البلا. النهارده سيراميكا مبروك يستحق الفوز، لعب له من البدايه للنهايه وكان ممكن يطلع بهدف واثنين وثلاثه تاني، ولكن مش معنى ان انا وحش ومش واقف على رجلي انك توجه لي البطوله، مش معنى ان انا سيء انك تعاقبني. النهارده الزمالك بيدفع ثمن الاخطاء المتواليه من منظومه الكره تجاه هذا النادي. الزمالك النهارده واحد حرم من جماهيره بفعل فاعل عشان ما يكسبش وما كسبش. اثنين، الزمالك المباراه جايه له بعد 48 ساعه من مباراه افريقيه طالع منها معجنه، طالع منها متكسر،
مع بطل جنوب افريقيا طبعا كايزر تشيفز اللي تاهل بعدها الزمالك، فكان لازم يتعاقب نادي الزمالك. ايه الكذب اللي في دمك ده؟ انت عايش بمحلول كذب في دمك؟ يعني انت بتعترف ان الزمالك لا يستحق وان سيراميكا ضيع فوز تاريخي، وبعد كده بقى تشغل مكنه الكذب وتقول ان الزمالك اتحرم من جمهوره بفعل فاعل، وانه بيتعاقب علشان تخطى كايزر تشيفز في الكونفدراليه، لانهم بقى قال ايه يخرجوه من الكاس، على اساس يعني ان الزمالك اول ما كسب كايزر هوب حددوا له ماتش سيراميكا ما كانش من قبلها، ولا على اساس بقى ان الفرق كلها لعبت بجماهير واللائحه اتعدلت بس علشان الزمالك يتحرم من جمهوره؟ يعني بجد الواحد يدعي عليكم بايه وانتوا فيكم كل البدع. ربنا يموتكم بالسلامه. امين يا رب. ربنا ياخدكم بالراحه. حاسه ان انا عايزه اقول لكم برافو عليكم بجد والله، برافو عليكم والله فعلا. عرفتوا تطبخوها صح، توقعوا الزمالك، عرفتوا تخلوا الزمالك النهارده يخسر في كاس مصر. لعيبه النهارده بعد الدقيقه 28 تقريبا ما كانتش قادره تجري، عذراهم هيعملوا ايه؟ حكم عليه مليون ألف علامة استفهام كتير جدا. بقعد اسأل نفسي طب ليه؟ ايه اللي يضايق ان الزمالك يكسب؟ ليه افضل احط له في 15 يوم اكتر من بنتكلم في 6 ماتشات، سيراميكا مريح اكتر من 12 يوم، انا مش مريح تقريبا غير يومين، ازاي؟ وانا مقضيه سفر ورايح وجاي وبتاع وعمال عافر وعمال احارب وعمال لاجل جماهيري. طيب ايه اللي يحصل بقى؟ طب لاجل جماهيرك؟ طب احنا بقى مش هنجيب لك الجماهير الماتش ده. طب انا عايز الجماهير بتديني دفعه معنويه. لا والله مش هينفع. يا دي النيله يا جماعه، طب غيروا شويه في السكريبت، مش كلكم كده نفس الكلام. يعني حكم مين اللي عليه علامه استفهام؟ مش ده الحكم اللي اتمسكتوا ان ماتشكم مع الاهلي السنه اللي فاتت يتلعب بيه؟ مش ده الحكم اللي كسبتوا معاه نهائي الكاس اللي فات قدام بيراميدز وكان زي العسل؟ والله بجد انا فرحان في المنظومه اللي عماله تطبطب عليكم، تستاهل كل اللي بتعملوه فيها. طبعا انا مش هرد بقى على حوار الجماهير اللي هي قالته، اصلا انا لسه رادد على صبحي، فنشوف بقى حد تاني يمكن نسمع حاجه جديده مختلفه. اللي بعد قالوا في الامثال وجرت الامور كما خطط لها، بس وقتها كان تهريج. المره دي بجد تمت المهمه بنجاح، ميشن كومبليتد. قول يا ستموني قول. خرج الزمالك وانتصر اتحاد الكرة وحكامه ومنظومته التي لا تجيد ابدا صنع مسابقات كوره بجد، مش اي كلام والسلام. النهارده انا بقول لك الزمالك ما خسرش. نعم انا بقول لك الزمالك ما خسرش. انت كمان زي الفخراني شايف الزمالك ما خسرش؟ طب هي فرقه دي ولا ايه؟ لا ما تسكتش على نفسك يا جداليو، حاول تشوف لك علاج مش كده. لا اله الا الله. ما تاكلش سمك ولا بيض. طب ايه يا جداليو، هتقول حاجه مختلفه ولا نشوف غيرك؟ ما عندناش وقت. وجهه نظري مكاسب الزمالك من لقاء اليوم اكبر بكتير. ايه ده انت كمان طالع كسبان. طب يا عم مبروك مبروك. الدربكه اللي حصلت دي كلها اوعى تفتكر عزيزي الزملكاوي ان الغرض منها ماتش الكاس. هو ماتش الكاس ده هو بيراضي بيه احدهم اللي بيقول له بص انت راجل وقفت معايا في فيتوريا فما تقلقش كله تمام ويعني هنعمل لك كل حاجه، بس هو مش غرضه ده، هو غرضه ماتش الكونفدراليه او الدوري. العين كانت على كايزر تشيفز او سموحه سيراميكا العيار الثالث او المقام الثالث. العاقل النهارده اللي بيتكلم بجد يعرف ان بطوله الكاس هي اللي خسرت. مين اللي هيتابعها؟ موظفي شركه سيراميكا كليوباترا، هنيئا لهم. كفايه مسابقات فاشله، شوف مين اللي هيتابع يا باشا. مفيش انديه جماهيريه في البطوله، ما كانش باقي لك غير ورقه التوت الزمالك اللي انت عملت كل حاجه علشان تخلي مدرب ما فازش بعد 13 هزيمه يفرح النهارده وحقه. 13 هزيمه بيتبعها فوز ازاي وانت جايبه له متكتف على الكرسي؟ هو النهارده محضر لعلي ماهر الزمالك متكتف على الكرسي ده اهو، ايده مربوطه ورجليه مربوطه، بيقول للزمالك لو عرفت بقى انطح براسك وعديها. ومع ذلك والله انا كنت هنطح براسك. تنطح براسك؟ تنطح ده لفظ يتقال في الاعلام؟ لا ومن مين؟ على ما بنسمع استاذ مساعد في كليه الاعلام يقول تنطح. هو انتوا كنتوا بتلعبوا في ايه؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. وبص بيتهم اتحاد الكوره والرابطه والحكام انهم مخططين ان الزمالك يخرج. مره يقول لك ارضاء لابو العينين اللي دفع فلوس فيتوريا وما اعرفش المعلومه اللي كلهم بيقولوها دلوقتي دي جايبينها منين. مره يقول لك لا الهدف الاساسي انهم يخرجوا من الكونفدراليه، وما قالناش برضه لمصلحه مين. هو احنا من مصلحتنا كمنافسين في الدوري انكم تكملوا في الكونفدراليه، انا مصلحتي انك تخرج وتريح. بس عموما يلا مش في قاطع بيصدق. لا هو بيقول لك ايه بقى؟ البطوله هي اللي خسرت الزمالك، مع اننا لما قلنا كده لما الاهلي خرج كانوا بيتريقوا علينا. عالم رمم. تمت المهمة بنجاح. نعم تمت المهمة بنجاح. ايه هي؟ اخراج الزمالك مجبرا. البطولة اللي كان قريب جدا الزمالك ياخد الدوري صعب، ياخد الكونفدرالية ممكن، لكن كان سهل ياخد كاس مصر. بس عشان ما ياخدش كاس مصر لازم يحصل فيه اللي حصل. انا ضد نظرية المؤامرة بشكل عام، وهذا امر كل الناس الزمالكاويه يعلموه. طبعا يا شادي معروف انك ضد نظرية المؤامرة بدليل الكلام اللي انت قلته ده اللي هو ان الزمالك خسر بفعل فاعل. احييك على نباهتك. مدهش. كمل. لكن الذي قام
عامدا متعمدا بوضع الزمالك في هذه الازمه وضغط الزمالك بهذه المباراه ضغط عليه في الدوري وضغط عليه في الكونفدراليه، لكن ربنا نجى الزمالك من الاثنين. وجه هنا اللعيبه خلاص تعبت بجد، حتى الكابتن معتمد جمال تعب تفكيرا وتخطيطا، كله تعب، ارهاق بلا يعني مبرر وبلا توقف، ارهاق دائم وتام. انا لن اهاجم الكابتن معتمد جمال، لن اهاجم اي لاعب في نادي الزمالك، لان كان في خطه واضحه من اهل الجبليه لاكرام اهل سيراميكا انه يكونوا هم بطل كاس مصر. بالمناسبه سيراميكا بطل كاس مصر، والدليل محمود بسيوني. لا واضح فعلا يا شادي ان مفيش في كلامك اي نظريه مؤامره ولا انت مقتنع بيها اساسا، ولا بقى بتتهم اتحاد الكوره انه تعمد يعمل كده علشان خاطر سيراميكا، ولا بتاكيدك ان سيراميكا هياخد الكاس ان كده في تظبيط مصالح، ولا اي حاجه. انا ما اعرفش يا جماعه بعد الكلام اللي بيتقال في كل برامج وصفحات الزمالك ده، المسؤولين سواء اتحاد كوره او رابطه او سيراميكا او حكام حتى هيسكتوا ازاي؟ أسرة مع بعضينا. رأيك في خروج نادي الزمالك النهارده؟ ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ مقصود طبعا. كابتن مقصود ده كلمة كبيرة، دي كورة. وانا حطيت لك الماتش دي كورة. لا مفيش حاجة اسمها كورة، دي ملعب هو الفيصل. دي مزيكا، سيبك من الكلام ده. تقدر تعمل كده مع النادي الاهلي؟ والله لو الميعاد والله هو معمول كده هيتعمل على النادي الاهلي. والله العظيم كله يمشي. ده انت بتاخد راي النادي الاهلي ونحط لك الماتش امتى وتلعب الماتش امتى وبراحتي. هو في اكتر المعلومه دي بتجيبها منين يا كابتن؟ هو ايه المعلومه اللي بتجيبها منين؟ يعني لازم الناس بتاخد راي الاهلي قبل ما يتحط له ماتش في ميعاد معين، يعني المعلومه دي بتجيبها منين؟ اسال الناس اللي بتروح قبل الموسم ما بيبدا. انا بسالك انت، انا ماليش دعوه. وانا لو قلت هنتوقف فخلينا ما نتوقفش. انا بقول لك وخلاص على المخبي. انت بقى افهم بقى. لو انا منهم ما العبش. ده فرقه راحت افريقيا مرتين، سافرت مرتين ولعبت ماتشين في افريقيا ضرب نار، ده غير ماتشات الدوري اللي انت حاططها لهم. تيجي كمان تحط له كاس مصر، يبقى مقصوده ولا مش مقصوده؟ بس الميعاد ده اخر ماتش على فكره في دور يا عم، ما في رمضان. ما عندك رمضان ما شاء الله، في ايام كتيره فاضيه. انا يحضرني عده الفاظ حياء يمنعني من اني اقولها، بس للاسف مضطر اقولها. يا راجل يا كلب يا جدعان، انا بكح عادي، انا مفيش حاجه. يا اخي كميه هبد وكذب وتجاوزات في المقطع مفيش بعد كده. يعني رضا عبد العال بيقول لك ما كانش عايزهم يلعبوا، المفروض ما يلعبوش، وعندهم رمضان، كان عندهم وقت، هم هيلعبوا كل يوم في رمضان. طيب بص يا سيدي، الزمالك عنده 7 ماتشات في رمضان في اقل من 30 يوم، منهم سفريه للكونغو. كان هيلعب امتى بقى يا عبعال؟ ما بين ماتشين افريقيا مثلا اللي فيهم سفريه للكونغو. طب بيراميدز هيلعب على فكره دور الثمانيه ما بين ماتشين افريقيا، واخد بالك؟ دور الثمانيه انت كنت عايز لسه تلعب دور ال16 مثلا، وبعدين كنت هتستحمل تلعب ما بين الماتشين دول؟ ما كانت هتبقى هي دي اول هبده. ثاني هبده بقى بيقول لك الزمالك لسه راجع من سفريتين ايه؟ ما هي سفريه واحده بتاعت زيزكو. انت ما شاء الله لاعب ماتشين المصري هنا، ولعبت بعد كده ماتش كايزر هنا، غير بقى اتحاد الكوره والرابطه ظبطوكوا، عملوا لكم اخر 3 ماتشات في ملعب واحد ومدينه واحده. في اكتر من كده تظبيط وكمان مش عاجبكم. قالت بقى حاجه يا جماعه في المقطع، يا رب ما اكونش نسيت حاجه، الوقت ضيق قوي معانا النهارده في الحلقه معلش. وهو بيتكلم بقى على ان الاهلي لو مكان الزمالك ما كانش ينفع يتعامل معاه كده، ما حدش يقدر يعمل مع الاهلي كده. وطبعا دي حاجه نرد عليه فيها بالفم المليان ونقول له انت كداب يعني صراحة يا راجل. ده غير ان الاهلي اكتر فرقه بتطحن وتتنفخ بره وجوه، وفعلا مفيش دوري بنخسره الا بفعل فاعل بسبب ضغطه الماتشات اللي بتحصل لنا. انتوا النادي الوحيد اللي رئيسه طلع شكر مجاهد اللي انتوا بتهاجموه دلوقتي، واعترف انه بيظبط له الماتشات، وان قبل ما يحط له الجدول كان بيساله تلعب ماتشاتك ازاي. طلع انت بقى دلوقتي تلقح وتقول بيسالوا الاهلي يلعب امتى وما يلعبش. بيقولوا مش عارف اللي ايه وتجيب اللي فيها فيه، واحنا الفلاحين كلنا عارفين المثل والمثل وصل. ولما هم بيظبطوا الاهلي ويسالوه ما عملوش كده معاه ليه السنه اللي فاتت قبل ما يحددوا ميعاد ماتش الزمالك اللي الاهلي ما لعبوش، اللي اتحدد كده من غير قرعه ولا نيله؟ هم قرروا كده، قال لك بعد 5 ايام وهم بيظبطوا الجدول الاهلي هيلعب مع الزمالك. وكمان اتحط الحكم بسيوني اللي انتوا تمسكتوا بيه ورفضتوا ان يجوا حكام اجانب، واتحاد الكوره اللي مدلع الاهلي ده رفض الحكام الاجانب. ازاي بقى على خيالك الواسع الكلام ده يحصل مع حد بيتظبط؟ عرفت انكم شويه مدلسين. لا وبيقول لك انا مش عايز اقول مين المسؤول علشان ما توقفش. ده اساسا لو في نظام صح اللي زيك ما يطلعش تاني على الشاشه، انت وقناه زي الزمالك وراديو المصطبه بتاعها ده اللي المفروض يقفلوا اساسا. جاتكم القرف مليتوا البلد. معرفش بقى المسؤولين سواء في الاعلام او عن الكوره ساكتين على اللي بيحصل ده ازاي؟ يا جماعه ده الناس بتنهش فيكم وبتخوض في زمامكم وشرفكم، انتوا ساكتين ليه؟ الاعلام الابيض تخطى كل الحدود، لا عاجبه مسؤولين دوله ولا كوره، ما لهمش سقف خلاص، ومع ذلك سايبينهم. بجد مليون علامه استفهام على اللي بيحصل. لكن عموما ربنا موجود، يمهل ولا يهمل. النهارده كابتن محمود بسيوني متاثر يا عيني تماما بشويه الكلام الفارغ اللي طلع امبارح من بعد الساعه 12. انتوا عارفين الحكام امبارح انا لغايه بالليل بقول لحضراتكم هو الحكام فين؟ ما حدش قال عن الحكام. النهارده محمود بسيوني نازل في اتجاه واحد. يا راجل يا جدع اقول كلام غير ده بقى. محمود بسيوني
كان نازل في اتجاه واحد، ويا سيدي هنفترض مؤقتا انه في اتجاه واحد، وده افتراض بس لحد ما اكلمك في التحكيم واثبت لك ان انت اللي اتجاملت مش سيراميكا. بس هنفترض يا سيدي ان هو بيجامل سيراميكا. ممكن تقول لي ايه الكلام اللي طلع بعد الساعه 12 ومحمود بسيوني اتاثر بيه؟ ده زي ما انت قلت القرار طلع بعد 12 بالليل، يعني ما فضلش كام يوم قبلها مثلا يتفرج على السوشيال ميديا ويكتئب، ده كلهم كام ساعه قبل الماتش نصهم كان نايمهم، هيتاثر بايه؟ امال لو حد تاني بقى اللي حكم الماتش كنت هتقول عليه ايه؟ بكره ماتش سيراميكا، اخونا خليفه تبنى نظريه غريبه، لو حصلت يا خليفه هشك بجد يعني ان احدين بيتخدر لي. ما هو بكره الظروف كلها متخدره. انت عارف انت لما ايه فوق الجبل الساعه 1 الظهر ما تجيش معاك رجاله، انت محضر لي حاجه، يعني تحس ان بكره في حاجه بتتخدر. ففي اطار النظريه دي وبجمله انا ممكن بكره اشوف امين عمر اللي ما بيقتنعش بحاجه للزمالك، الذي لا يقتنع بالزمالك، هو ما بيفكرش مرتين، هو عارف ان ايه ابداء سوء النيه مش حسن النيه. الكره مش ضربه جزاء للزمالك الى ان يبان العكس، والكره ضربه جزاء ضد الزمالك الى ان يظهر العكس برضه. فانا بجمله الاونطه اللي معموله عليا لحد بكره دي، انا ما ينفعش بكره الاقي نفسي بتبقلش من الكاس عشان خاطر جاي لي حكم انا عندي معاه مشاكل. اهو امين عمر ما جاش يا سيدي، وجه حبيبكم بسيوني تقوم تقول لي اتاثر بالكلام بتاع امبارح. طب امين عمر لو كان حكم الماتش فعلا كنت هتقول برضه انه اتاثر؟ ده انتوا عملتوا عليه حمله من قبل ما يتعلن اساسا مين الحكم، والجماعه بتوع اتحاد الكوره شكلهم ريحوكوا وجابوا لكم بسيوني اللي الاهلي اعترض عليه السنه اللي فاتت وقال مش هيلعب الا بحكام اجانب. انتوا يا جماعه ما بتخافوش من ربنا ابدا، انتوا اي حاجه بتحوروها على مزاجكم، لو الحكم مش عاجبكم يبقى هو موجه من الاساس ضدكم، ولو عاجبكم ودايما بيعمل معاكم الصح يبقى المره دي تحديدا اتاثر بكلام السوشيال ميديا. ايه الكذب اللي انتم فيه ده؟ ايه الكذب ده؟ في ايه؟ واقسم لكم بالله والايام هتثبت اللي انا بقوله ده، اتحداكم لو النهارده الفار شغال، خدوها مني بقى، سيبك من اللي هيقول لك واللي هيعمل لك. النهارده لو في فار شغال يستحيل، سيبك من البينالتي بتاع محمد السيد او حتى التدافع اللي ما بين جاستن وحسام عبد المجيد في الجون الاولاني، البينالتي اللي اتحسب على الزمالك ده وهم ما يعرفوش ان يعني صديق ايجولا هيضيعها، ما انا يا باشا ما اقدرش مع العارضه. فانت في النهايه البيلن بتاع سيراميكا كليوباترا ده لو كان خرج الزمالك كانت هتبقى فضيحه، هي كده فضيحه، بس عارف بقى لما تبقى فضيحه بجلاجل، عارف الفضيحه ام جلاجل والجرسه ام حناجل، كانت هتبقى كده. فهو ما يعرفش انها هتضيع، هتخبط في العارضه وتعدي، ما يعرفش. فمن المؤكد واليقيني النهارده ان حكم الفار مش موجود، الفار موجود بس الحكم كان في الحمام، الحكم كان ما كانش في الحمام بس ما فيش تواصل، في حاجه غلط. يستحيل يكون في حكم فار بعينين شاف اللقطه دي وما استدعاش حكم الساحه، مستحيل، ده مستحيل بالثلث. انا مش بكلمك على ايد داعمه وايد سانده والكلام اللطيف بتاع القانون دوت، انا بكلمك على كره ما جاتش في ايده اصلا، ده الراجل ايده على الارض عدت تحت باطه، فانت بتتكلم على لقطه في عالم الوكواك. ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك. ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي صدق يا جديلو يا ابني، انت اللي المفروض تروح عالم الوكواك ده، تروح تقعد هناك على الاقل لحد ما رمضان يخلص. الله يكرمك، اصل طالما رمضان مش فارق معاك يبقى ما تفطرناش احنا عليك، الله يكرمك. ولا اقول لك خليه اهو نلاقي حاجه حلوه نضحك عليها في رمضان بدل البرامج اللي زي رامز والحاجات الغريبه دي، والله انتوا هتبقوا احسن منهم كتير. بس بصراحه انتوا عاملين عظمه. عم جديلو يا فندي قال 3 حاجات في الفيديو ده، قال لك مش هكلمك عن ركله جزاء محمد السيد، بس انا هكلمك عليها يا عم جديلو. تاني حاجه قال لك الكوره ما جاتش في ايده. تالت حاجه بقى اقسم لك ان الفار ما كانش شغال او اللي على الفار كان في الحمام او في حته تانية. وتعالى نبدا باخر نقطه بقى ومش انا اللي هجاوبك عليها. اسمع يا عم، اين كان محمود دسوقي على الفار؟ ارجوك قول لي. طيب انت عندك معلومه؟ انا قصه الفار دي انا جالي شك ان الفار مش شغال، في عطل في الفار. عملت اكتر من اتصال بناس كانت موجوده سواء في اخراج او في تحكيم، قالوا لي الفار كان شغال. على الكسفه اللي انت فيها شكلك ايه دلوقتي بقى بعد ما اقسمت ان الفار مش شغال والصحفي اللي بيطلع على قناتكم قال لك ان هو شغال وانت بتساله وبتقول له انت عندك معلومه، سمعت المعلومه اللي عنده؟ شكلك ايه دلوقتي؟ طب يا اخي راعي انك تقريبا خلاص في رمضان، يعني لو مش متاكد من حاجه المفروض ما تقولهاش اصلا، تقوم تقسم عليها، ده انت جاحد يا جدع. طبعا باقي كلام الصحفي ملوش لازمه، بس خلينا نكمل باقي كلامه عشان نعلمه حاجه واحده بس. قالوا لي الفار كان شغال ولكن بيبقى فيه زوايا اللي بتتعرض على الشاشه، هي بتتعرض عند حكم الفار، بيبقى فيه زوايا ثانيه هو ما طلبهاش من المخرج، ما اتطلبتش، يعني مثلا هو عنده كذا زاويه، المخرج عاد اللقطه بتاعت ضربه الجزاء ده بيتعاد في غرفه الفار يا جليل. في بقى زوايا ثانيه ما بتتعادلكش بتبقى موجوده، هو المفروض يطلب هل هو طلب ولا ما طلبش. ما شاء الله عليك انت وهو بقى حكم الفار بيطلب من المخرج لقطات، وشغالين انتوا في الاعلام الرياضي يا فندم. انت حكم الفار زيه زي المخرج بالظبط، بتروح له كل الكاميرات ويقدر يتفرج على اي حاجه هو عايزها بالظبط من غير المخرج، ملوش علاقه بالمخرج. وقلنا لكم يا جماعه الموضوع ده كتير قوي، وحكام كتير تانيين قالوه. انتوا مش عايشين معانا ولا ايه؟ ولا انتوا عايشين مع عم جديليو في الواك بتاعته؟ توب علينا يا رب. نروح بقى للنقطه الثانيه اللي عم جديليو بيكلمنا وبيقول لنا فيها. انا مش هكلمكم عن ضربه جزاء محمد السيد، ده على اساس ان هي لو ركله جزاء ما كنتوا صحتوا عليها سنين يعني قدام. اذا ركله جزاء وضاعت لسيراميكا وعاملين عليها فيلم، امال لو ليكوا انتوا ركله جزاء كنت عملتوا في البلد ايه؟ يا راجل ده كل الدنيا عارفه ان الفريق اللي بيضيع ركله جزاء هو اللي معنويا بيتاثر والفريق الثاني هو اللي بياخد الثقه، ودول يقولوا لك كده. برضه ضربه الجزاء دي بتهبطك، واخد بالك ازاي؟ هي واضح بالنسبه لنا، بس في توقيت
بص لما انت بتلعب كويس وهتبقى قريب من الجول، في لحظه يروح الحكم تيت قرار اذا كان صح او خطا ولا يعني. طبعا مش فيها كلام. طبعا امال يلا هو الكلام بفلوس. ما علينا، خلينا في ركله الجزاء بتاعت محمد السيد. تعالوا نشوفها مع بعض عشان دي بقى اللي انتوا اتجملتوا فيها. السوليه لعب الكوره اهو وما لمسوش اساسا، وده قام غاطس على طول. والله المفروض يسموها مدرسه الغطس والمحلسه، الواحد من دول يغطس وباقي الفريق يروح يتمحلس للحكم وعايزينها ركله جزاء. الباشا ده بقى كان واخد انذار من الشوط الاول، والمفروض كان ياخد انذار رسمي للتمثيل في اللعبه دي. يعني الزمالك اللي اتجامل لانه كان المفروض يلعب ناقص من الدقيقه الثانيه من بدايه الشوط الثاني، وفي الاخر عم جدالي يقول لك مش هكلمك عن ركله جزاء محمد السيد. ايه كميه الكذب ده؟ ايه الكذب اللي في دمك ده؟ انت عايش بمحلول كذب في دمك؟ ونروح بقى لركله الجزاء بتاعت سيراميكا اللي بيقول لك ما جاتش في ايده اصلا. بس تعالوا في الاول نشوف ايده بالشكل ده يتحاسب عليها ولا لا. بص يا حبيبي، الايد لحد هنا فهي يد داعمه. اليد الداعمه دي اللي هي وانت بتقع بتسند عليها زي ما هو واقع كده دلوقتي وساند حاليا في الصوره دي. انما اللي بعد كده بقى وفرد دراعه بالشكل ده، هنا بقى ما بقتش الايد الداعمه، هنا بقت الايد المفروده، الايد الطويله، انما مش الداعمه. حاله زي دي برضو بتكون تقديريه على حسب الحكم. في حكم يقدرها ان هي تستحق ركله جزاء وفي حكم لا. ففي كل الحالات دي حاله جدليه ومش فجر تحكيمي. اما بقى موضوع ان هي جت في ايده ولا لا، فتعالى شوف بنفسك واحكم يا عم جدالي. هتلاقي في البدايه الكره ماشيه على الارض، واول ما خبطت في حسام عبد المجيد قامت ارتفعت من على الارض على طول بالشكل اللي انت شفته ده. تقدر تقول لي بقى ايه القوه الخفيه اللي هتخلي الكره تعلى من على الارض الا لو خبطت في ايده؟ شغل مخك شويه كده، هتفضل راكنه لحد امتى يا عم؟ في انت ايه ابيض؟ كريم حسن شحاته عمل مداخله مع جداليو، وعم جداليو بقى بيدعي المظلوميه كالعاده وبيقول له ينفع مباراه في الكاس بين الزمالك وبين اي حد تاني وتبقى بدون جمهور؟ تعالوا بقى نشوف كريم حسن شحاته اداها له ازاي. ممكن تقول لي انهي بني ادم عاقل ممكن النهارده يخلي المباراه دي بدون جمهور؟ دليل هو كل الماتشات بتاع دور ال 16 ودور ال 32 بقى لنا 3 4 سنين. كنت ماسك مدير كوره في نادي البنك الاهلي، بقى لنا 3 4 سنين بنلعب دور ال 16 ودور ال 32 بدون جماهير. خلي بالك انت كل الماتشات اللي اتلعبت في دور ال 16 بدون جماهير، مش الزمالك هو مفيش اصلا غير الزمالك اللي هيروح له جمهور، ما كله خرج. هو عدى فاضل حد؟ هي مش معموله للزمالك بس يعني نبقى برضه واقعين معاها، هي معموله لدور ال 32 كله ودور ال 16 كله. اللي هو ما بقاش عارف يقول له ايه. يعني هو مكلم واحد زملكاوي ابن زملكاوي زي ما هو ما كان بيقول، ومستنيه بقى يجي على سكته ويصيح معاه. لكن كريم حسن شحاته يقول له اللائحه دي معموله بقى لها 3 4 سنين وما اتعملتش عشان الزمالك مخصوص، بتعمل دور ال 32 وال 16 بدون جمهور على اي حد. اللي هو انت افتكرت دلوقتي وجاي تصيح عم جداليو وافقتوا على اللائحه قبل البطوله ليه؟ اللائحه دي مش معموله من قبل البطوله، بس الجماعه دي ولا بيفرق معاهم لوائح ولا بتنجان. يعني هم عارفين ان البطوله بدون جمهور، اول ما احتاجوا ان هم يستدعوا الموضوع استدعوا عادي جدا مع انه ملوش علاقه. انتوا موافقين على اللائحه، اسمع علينا يعملوا اللي هم عايزينه في اي وقت. وبرده نفس فكره ال 12 يوم اللي سيراميكا مريحها. لو الزمالك هو اللي مريح ال 12 يوم كان هيصيح ويقول لك سيراميكا بيلعب واخد حساسيه المباريات وانا لعبت مريحه، وده مش تكافؤ فرص. واحد تاني يقول لك سيراميكا ضيعت ضربه جزاء، يعني كده سيراميكا هيبقى عندها حماس اكتر. مش هم اللي المفروض يبقى عندهم حماس اكتر بعد ما ضاعت ضربه الجزاء؟ كل الصفوه كده، كل الصفوه زي رضا عبد العال مثلا. يعني لو نفتكر مع بعض كده رضا عبد العال السنه اللي فاتت لما الاهلي مثلا يبقى هو اللي مضغوط يقول لك كده وهتلعب الماتش الجاي يوم السبت، بيبقى فيه اسبوع بينهم. تمام صح؟ العب يوم الثلاث، ايه المشكله؟ مالي ومال السفر؟ طب ما كل انديه العالم بتلعب. يا جماعه ايه الدلع والطبطبه اللي على الاهلي دي؟ ما كل انديه العالم بتلعب كل 3 ايام. فعلا عندك حق يا رضا، بس ممكن نسمع رايك بقى في ماتش الزمالك وسيراميكا السنه دي. ماتش زي النهارده ده بتاع الزمالك انت المفروض بعد العلقه دي تاخد لك اقل حاجه اسبوع قبل ما ترجع ولاعيبتك تاخد نفسها تاني. انما انت حطيت لي ماتش يوم الثلاث، ما انت عندك رمضان يابا، عندك بعد رمضان. والله يا جماعه الصفوه ده يتكلم بس تعرفوا على طول، لو هيتكلم على الزمالك كلام ولو الكلام على الاهلي نقلب 180 درجه بقى على طول. كرهتوني في احلى حاجه بحبها. المهم يا جماعه القلعه البيضاء ما اكتفتش بالصياح على منصاتها وعملوا بيان عجيب وغريب وكوميدي في نفس الوقت. تعالوا نشوفه مع بعض. يعرب مجلس اداره نادي الزمالك عن استيائه الشديد من استمرار الاخطاء التحكيميه التي يتعرض لها الفريق خلال الفتره الاخيره، مؤكدا ان صمته في السابق لم يكن ضعفا بل جاء حرصا على انتظام المسابقات المحليه وعدم تاثرها رغم تكرار اخطاء الحكام ضد الفريق، وكذلك الضغط الرهيب للمباريات في عدد ايام قليله وفي اكثر من بطوله قاريه ومحليه، وذلك اعلاء للمصلحه العامه للكره المصريه. صمت ايه يا ابني بس؟ هو انتوا بتصمتوا ابدا؟ انتوا في صياح مستمر ما شاء الله عليكم، وكأن ما فيش حد بيلعب في اكتر من بطوله غيركم. وفين يا عم الحاج الاخطاء اللي بتتكلم عليها؟ هو صياح وخلاص. كمل كمل. والدليل على ذلك إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيراميكا في دور ال16 لبطولة كأس مصر في غياب العدالة وتكافؤ الفرص بين الفريقين رغم مطالبة النادي بتأجيلها، خاصة وأن الزمالك يمثل مصر في بطولة قارية. أيوة يعملوا لكم إيه يعني؟ هي المباراة دي أساسا مش كانت المفروض تتلعب من بدري وما اتلعبتش عشان لاعبتكم كانوا مصابين، يعني هنمشيها مصابين؟ ده بدل ما تشكروا اتحاد الكورة إنه ريحكم قبل كده ما خلاكوش تلعبوا ماتش سيراميكا بدري، وتلاقوا أساسا سألوكم تلعبوا ماتش سيراميكا ولا تلعبوه بعدين، وأنتوا قلتوا بعدين أحسن وما كنتوش عارفين انكم هتتزنقوا الزنقه دي. وطبعا عادي ده ممكن يحصل، يعني عملها مجاهد مع لبيب قبل كده. متعوده دايما
وكذلك شهدت اخطاء تحكيميه واضحه وجاءت تحت تاثير مجموعه من التصرفات التي سبقت المباراه توحي بان خساره الزمالك للمباراه ستحدث لا محاله. ويتساءل النادي عن اسباب عدم الاعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراه بوقت كافي على غير المعتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليله التي سبقت المباراه. حلو قوي، انتوا عمالين تصيحوا بالكم يومين وهتموتوا وتعرفوا مين الحكم. طب ممكن تقول لي انتوا اساسا لو عرفتوا الحكم هتعملوا ايه؟ انتوا خايفين ان يجي لكم امين عمر، وهو جالكم بسيوني اهو. لو عرفتوا مثلا ان قبلها بسيوني هتعترضوا مثلا؟ ثم اساسا فين الاخطاء؟ ده انتوا اللي متجاملين في طرد. انتوا ليه عمالين تتكلموا على التحكيم في البيان وما ذكرتوش خطأ واحد؟ ايه دي حاجه غريبه خالص. كما يطرح الزمالك تساؤلات مشروعه حول عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لتقنيه الفيديو، ويضع مجلس اداره نادي الزمالك اتحاد الكره امام مسؤولياته، مطالبا بمراجعه شريط المباراه واتخاذ الاجراءات اللازمه تجاه طاقم التحكيم ومعاقبتهم، وعدم اسناد اي مباراه مقبله للفريق الى هذا الطاقم، وسيتم ارسال شكوى رسميه بهذا المعنى الى اتحاد الكره. واذا كان الزمالك خسر بطولة كان يحمل لقبها منذ الموسم الماضي، فإن النادي لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما شهدته الأيام الأخيرة من قرارات لم تكن منصفة للزمالك. ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي وجماهيره، ومخطئ من يتوهم أن حقوق نادي الزمالك ستضيع هباء. ولن اتزحزح ولن اعوج ابدا. يا جماعه القلعه البيضاء بتاعت زمان خلاص انسوها، اوعى تفتكروا ان القلعه البيضاء هتسيب حقها بعد كده، واحنا مش عارفين هم هيعملوا ايه، بس اكيد هيعملوا. هو صحيح مفيش اخطاء تحكيميه وهم اللي اتجاملوا، بس هم برضو مش هيقفوا مكتوفين الايدي. هيعملوا ايه بقى اصلا؟ مش عارف. انا حقيقه يعني كل البيان ده كله ما يهمنيش، انا يهمني حاجه واحده بس، ازاي ما تكتبوش تحت في اخر البيان اكبر قلعه؟ يعني ما ينفعش يا جماعه، يعني بعد كل اللي انتوا بتقولوه ده وما تكتبوش اكبر قلعه تحت. وش انسوها يا جماعه بعد اذنكم، عشان انا بحب اشوفها قوي. المهم يا جماعه تخيل كل الصياح ده عشان اتضغطوا كام ماتش وخرجوا من الكاس. طب ما الاهلي خرج من الكاس وخرج عشان اغلب قوام الفريق كان مع المنتخب. طبعا ده مش مبرر للخساره، ما ببررش الخساره طبعا، ولكن لو فرقتك كامله كان هيبقى صعب تخرج من الدور ده. ومع ذلك ولا صحنا ولا قلنا ازاي تلعبونا الكاس من غير الدوليين ولا قلنا اي حاجه من الكلام ده. كل سنه بنضغط نفس الضغطه دي واكتر منها، وليس كل ما يعرف يقال، وحاجات كتير على مدار المواسم. كنا نروح نلعب دوري السوبر ليج، نيجي هنا نلعب دوري، نطلع نلعب كاس العالم للانديه، نطلع على افريقيا نلعب دوري ابطال، نرجع هنا نلعب في الكاس وليله بقى. ولما كنا بنطالب بتاجيل المباراه كان اول حد يصيح هم الجماعه البيض دول، يقول لك احنا مالناش دعوه، العب بالناشئين، مفيش مباريات تتاجل، المسابقه لازم تنتهي في ميعادها. وما في اوروبا بيعملوا كده، انت مش بتلعب في بطولات كتير استحمل. والمشكله بقى ان انا كنت كل سنه على كده، ولما هم بقى يتزنقوا لاول مره تلاقي صياح مش طبيعي، صياح لدرجه الجنان. ايه الزيطه دي يا سيد؟ محروم يا همام، محروم يا اخي، بتقطع من جوه. عموما يا جماعه بقى، يا عم جاديليو ويا رضا ويا كل من بيشجع القلعه البيضاء، بالله عليكم احنا خلاص بقينا في رمضان، حاولوا تطلعوا منه بحسنات كتير مش سيئات، كفايه فتنه وتدليس وقلب الحقايق، اعملوا لاخرتكم شويه، وان كنتوا خسرتوا من ماتش ولا خرجتوا من بطوله فما تقلقوش، السنين اللي جايه كتير وهتخسروا اكتر ان شاء الله. لا يحصل، ما كله رايح. بس كده، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. كان معاكم محمد كمال وانا مصطفى طلعت، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى اسركم، يعود عليكم الايام بخير يا رب. اشوفكم في حلقه جديده، سلام عليكم.